السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم ما شاء الله شارك معكم خبيزات بالفينو اللي كيجيو رائعين جدا، كيصلحوا هكذا الفطور وكذلك الكوتي وكذلك لي ساندويش. صراحة كيجيو هكذا خفافين وكيجيو هكذا قطنيين وفي نفس الوقت كيجيو هكذا خاويين من الداخل. صراحة كيجيو أكثر من رائعين بمقادير جد بسيطة وكذلك بطريقة جد سهلة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله، ونبداو بالمقادير بطريقة في نفس الوقت. أول حاجة كنغدينا كنوضعو فيه زلافة ديال الفينو ومعاه كذلك زلافة ديال دقيق الفرز، يعني الدقيق الأبيض، يعني نفس الكمية اللي كنديرو ديال الفينو كنديروها ديال دقيق الفرز. ثم يعني كناخدوها هكذا كنديرو واحد الحفيرة كنديرو فيها الملح. انا هنا غادي ندير معلقة صغيرة ديال الملح اللي كتكون مملوءة جيدا. بالنسبة للملح كتبقى لكم على حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا من الكمية ولا تنقصوا منها على حسب الذوق ديالكم. ثم كنضيفوا 2 ديال الملاعق كبيرة ديال سكر سنيدة أو سكر خشن، يمكن لكم تضيفوها يمكن لكم لا اولا تعوضوها بالعسل، طبيعة الحال كيبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم. ثم كنضيفوا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، يعني الخميرة الحبيبات اللي كتكون مملوءة جيدا، يمكن لكم تعوضوها طبيعة الحال بالخميرة الطرية. ثم كنضيفوا 3 ديال الملاعق كبيرة ديال زيت نباتية، يعني هكذا ملاعق اللي كتكون مملوءة جيدا، يعني كنضيفها هكذا على الدقيق. ثم كنضيفوا الماء دافي السكر والملح وكذلك الخميرة وكنخلطوها جيدا، يعني حتى كيذوب لينا اولا كيتخلطوا لينا جميع المكونات. ثم كنضيفوا الماء تدريجيا، الماء يكون دافي طبيعة الحال ما يكونش بارد، وفي نفس يعني حاجة ما يكونش هكذا سخون، يعني يكون ماء دافي. ثم كنضيفوا هكذا ماء تدريجيا، يعني كنجمعوا العجين ديالنا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت يعني يعني متماسكه، يعني قادرين ان احنا نتحكموا فيها، يعني ما تكونش مرخوفه وفي نفس الوقت يعني ما تكونش قاصحه، يعني كتكون هكذا العجينه يعني رطبه هكذا، يعني كندلكوها جيدا، يعني كتكون بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. ثم كنبداو اننا نقسموا هكذا العجين ديالنا. بالنسبه يعني العجين ديالنا كنقسموه هكذا الى كويرات اللي كيكون الحجم ديالهم متوسط. بالنسبه للحجم ديال الكويره نتوما اللي كتحكموا فيه، يعني على حسب الحجم ديال الخبيزات اللي نتوما باغيين، واش كبار ولا صغار. الا باغيين يعني هكذا الحجم ديالهم يكون كبير كتكبروا يعني من الحجم ديال الكويرات. انا هنا بالنسبه لي غادي ندير خبيزات اللي كيكونوا صغارين، يعني هكذا اللي كيصلحوا الفطور وكذلك ما يعني لي ساندويش، يعني يكونوا هكذا صغار، يعني ما يكونوش هكذا كبار. لذلك يعني انا هنا غادي ندير هكذا كويرات اللي كيكون الحجم ديالهم صغير. ثم كنبداو اننا ملي كنقسموا العجين ديالنا كنبداو اننا كنشكلوا العجين ديالنا الى كويرات بهذا الشكل هذا. كنبقاو بنفس الطريقه حتى نشكلوا العجين ديالنا كامل، يعني كنحطوه هكذا وغادي نغطيه. انا هنا غادي نخليه هكذا واحد 5 ديال الدقائق، يعني حتى كيرتاحوا كذا، غير واحد 5 ديال الدقائق، يعني ما كنخليوهمش بزاف ديال الوقت، يعني غير باش هكذا ملي نجيو اننا يعني نورقوهم اولا نشكلهم يعني يجوني هكذا سهلين، يعني يجوني هكذا يعني يعني يسعفونا في العمل. يعني ملي كنبداو اننا نورقوهم كيجيو هكذا دغيا، يعني كيطلقوا، يعني لذلك خليوهم انهم يرتاحوا. كما كتلاحظوا العجينه ملي ارتاحت راه دغيا يعني كتطلق معنا بكل سهوله. كنديروا هكذا كنرشوا شويه ديال الفينو يعني فوق طاوله ديال العمل، وكنبداو يعني كنورقوا الخبيزات ديالنا هكذا باليد ديالنا. ثم انا هنا غادي نورقها كذلك بالمدلك باش هكذا يجينا يعني هكذا الخبيزات ديالنا يعني يعني الشكل ديالهم هكذا متساوي. يعني من الاحسن يعني انكم تورقوهم هكذا بالمدلك باش هكذا يجي الشكل ديالهم يعني متساوي كما قلت لكم، كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للحجم ديالهم كيكون هكذا غليظ واحد شويه باش يعني يكونوا هكذا، يعني ما يكونوش رقاقين، يعني يكون العجين هكذا شويه غليظ، يعني بحال يعني يعني ما يكونش رقيق بزاف باش هكذا يعني تكون فيه ديك يعني الداخل ديالو يعني يكون هكذا شويه يعني غليظ، يعني ما يكونش رقيق.
كنبقاو بنفس الطريقة، ملي كنشكلو العجين ديالنا كنزلو هكذا في طاولة ديال يعني اولا اللاطة اللي غادي يدخل الفرن، اولا يعني يمكن لكم تاخدو هكذا غير منديل الا يعني درتو هكذا كمية كبيرة، كتاخدو منديل وكترشو فوق منه هكذا الفينو، كتنزلو فيه العجين ديالكم وكتغطيوه وكتخليوه انه يعني يختمر. ملي كيختمر يعني كناخدو هكذا الفرن، كنشعلولو من الفوق ومن التحت على 200 درجة حتى كيسخن لينا جيدا هكذا واحد 5 ديال الدقائق. ثم كندخلو الخبيزات ديالنا يطيبوا على نفس الحرارة دغيا كيطيبوا يتحمروا، وكذلك يعني من الداخل يعني كيطيبوا يعني كيجيو هكذا خفافين. نفس الحاجة بالنسبة للفرن ديال غاز الفرن يعني يكون هكذا مسخن من قبل، النار تكون من الفوق ومن التحت، ويعني كندخلوا الخبيزات ديالنا حتى كيطيبوا يتحمروا، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، كيجيو هكذا محمرين يعني من الفوق ومن التحت، وكذلك من الجوانب كيجيو هكذا محمرين كاملين كما كتلاحظوا في الفيديو. الا كان الفرن ديال الغاز كيجي لكم غير من التحت، كتدخلوا الخبيزات ديالكم حتى كيطيبوا من التحت، ثم كتهبطوا يعني لتحت باش هكذا يتحمر لكم الخبز ديالكم. والشكل النهائي ديالو كيجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، كيجيو رطبين وخفافين، وفي نفس الوقت كيجيو هكذا خاويين من الداخل. انا هنا غادي يعني نقرب لكم الصوره كما كتلاحظوا، كيجيو هكذا خاويين من الداخل وفي نفس الوقت يعني كيجيو هكذا يعني رطبين. انا هنا بالنسبه ليا غادي نعمرهم هكذا. بالنسبه للحشوه خديت هكذا يعني قطعه الخبيزه ديالي من الفوق، يعني انا هنا غادي ناخذ هكذا بطاطس اللي حمرتها في الفرن، ثم كنوضع كذلك الفلفله اللي شويتها هكذا من قبل، ثم غادي نضيف كذلك هكذا سردين اللي يعني قليته هكذا ولا الدنجال، ثم كذلك يعني كنضيفوه هكذا سردين اللي هو اخر حاجه بالنسبه يعني لهذا. وكندير كذلك واحد المحلقه ديال لاصوص ديال الطماطم قطعتها يعني فيها واحد الفلفله حاره. بالنسبه للعماره كيتبقى لكم اختياري، انا هنا عمرتهم يعني بهذه الحشوه هذه. بالنسبه يعني نتوما يمكن لكم تعمروهم باي حاجه او لا تقدموهم غير هكذا يعني يعني بالنسبه هذا كيبقى لكم اختياري، وهذا فقط كان اقتراح. كيجيو بالنسبه للخبيزات كيجيو على هذا الشكل هذا صراحه كيجيو رائعين جدا، يعني في المذاق ديالهم ولا اروع. وكما قلت لكم بالنسبه للحشوه كيتبقى لكم اختيار، يمكن لكم تعمروها باي حاجه او لا تقدموهم يعني غير هكذاك. بالنسبه للفطور او كذلك الكوتي صراحه كيصلحوا لاي حاجه وكيجيو هكذا يعني المذاق ديالهم ولا اروع صراحه، كيجيو يعني احسن من رائع. وكنتمنى هاد الوصفة هذه أنها تنال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنسوش أنكم تشاركوها مع الأصدقاء والعائلة، وكذلك أنكم تدعموني بلايك وبتعليق، وكذلك أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. إذا ما علي إلا نقول لكم السلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله مع وصفة جديدة. مع السلامة.